الخير عليكم وكل سنة وانتم طيبين جميعا. بصوا بقى النهاردة هنعمل طريقة سهلة جدا في القلقاس، وهنعمل فرخة وهنعمل بسلة وشوية رز أبيض. وبصوا بقى السلق بتاع القلقاس هنعمله بطريقة سهلة خالص، بس خليكي معايا لآخر الفيديو وهقولك على الطريقة السهلة. أول حاجة مسكين الفرخة غسلينها كويس جدا، وطبعا مفصصين البسلة والجزر مقطعينه ومقطعين القلقاس بتاعنا. وطبعا دوت الورق بتاع السلق، انا واخده الورق بس، وديت طبعا الشبت والكزبره، وطبعا الكرنبايه ديت انا هقولك هنعمل فيها ايه. بصوا بقى دي التومه بتاعت القلقاس، عباره عن فلفل اسود وكزبره ناشفه. البوله ديت فيها طماطم وجزر وبصل للشوربه بتاعتنا الجميله ديت. الشوربه طبعا مخلينها تغلي على النار بالحبهان وورق اللورة. وبعد كده نزلنا طبعا بالبصل بتاعنا والجزر والطماطم والفرخة بتاعتنا اللي هنعمل بيها وجبتين تاني غير الوجبة ديت. نزلنا بربع معلقة فلفل اسود وسبناها تغلي على النار. نزلنا بالحلة بتاعة تسبيكة البسلة، شوية زيت صغيرين، وحطينا فيهم مكعب زبدة وبصلاية حمرناها كده زي ما انتي شايفة، يا دوبك هتصفر معانا فرمينها كويس جدا. اول ما هتصفر معانا هننزل بالطماطم بتاعتنا، وبعد كده اول ما تيجي في نص الغلوة يعني في نص التسبيكة كده هنبتدي، يعني هتاخد زي 10 دقايق على النار، ربع ساعة. وبعد كده هننزل بالبسلة بتاعتنا تكمل السوا بتاعتها. وكده نيجي بقى للقلقاس بتاعنا، غسلينه طبعا بمية سخنة مرة واتنين وتلاتة لحد ما الزلفطة اللي فيه ديت خرجت خالص من القلقاس وبقى خشن كده خالص معايا. وبعد كده صفيته بقى بمصفى على جنب واتأكدت ان هو مفيهوش اي حاجة. وبعد كده نزلنا طبعا بشوربة الفراخ بتاعتنا زي ما انت شايفة كده، هياخد بتاع ربع ساعة على النار او تلت ساعة. وبعد كده التسبيكة هي طبعا خدت على النار بتاع 10 دقايق، ونزلنا البسلة بتاعتنا يا دوبك هتكمل بقى السوا بتاعها. جبنا حلة تانية حطينا عليها شوية زيت قليلين ومكعب زبدة، ونزلنا بالرز بتاعنا، حطينا معلقتين ملح وهقلبهم كويس جدا لحد بتاع 5 دقايق كده، عشان المسام بتاعة الرز تقفل معانا عشان ما يعجنش معانا. كل ما المسام تقفل ونقعد نقلب كده الرز يطلع معانا مفلفل ويبقى طعمه تحفة. لكن لو انت طبعا قلبت تقلبتين كده ونزلت المية تحسي ان الرز بقى معجن معاكي كده. خلاص معيار الرز بتاعنا، وهسيبه طبعا هنقله بقى الناحية التانية. نيجي بقى للخطة بقى اللي انا هقولك عليها. احنا النهاردة مش هنخرط السلق بتاعنا، احنا مسكناه حطيناه في الخلاط. بصوا بقى احط كبشتين 3 كده شوربة، هبعد الحبهان خالص. وبعد كده طبعا احنا مش هنحط شوربة كتير، انا هقولك بصي حطينا شوية شوربة قد ايه في الخلاط. بصوا شوية قليلين تحت اهو، بس كده يا دوبك يتفرم فرمة كويسة جدا في الخلاط. وبعد كده دي التومة بتاعتنا بتاعت القلقاس، حاطين فيها فلفل اسود وكزبرة ناشفة وملح. بصوا انا مسكت المصفى حطيتها على القلقاس، وطبعا بدوس كده بقى بالمعلقة، بنزل كل مية السلق بتاعنا دوت، بخليها ناشفة كده خالص. وبعد كده انزلها على التومة النية بتاعتنا، وبعد كده تتحمر على النار. بصوا القلقاس بتاعنا لونه طبعا اخضر وشكله تحفة بصراحة. القلقاس لو انت شايفة ان هو مش عايز يستوي معاكي، تحطي ربع معلقة سكر بالمعلقة اللي هي بتاعت الشاي اللي هي الصغيرة خالص ديت. حطينا هنا كبشتين 3 على شوربة على البسلة. وبعد كده هنحط التوابل بتاعتنا، عبارة عن ملح وشوية فلفل اسود، وهنكمل السوا بتاعها. وبعد كده هنطفي عليها. نيجي بقى هنا هوت للسلق بتاعنا والخضرة بتاعتنا بتاعت القلقاس، هنسيبهم يتشوحوا على النار بتاع ربع ساعة كده. وبعد كده هقلبهم تقليبة كويسة جدا، وهطشها على القلقاس. يكون القلقاس بتاعي انا اكون اتأكدت ان هو استوى معايا، يعني اول ما احس ان القلقاس خلاص استوى معايا هروح طشة طبعا السلق بتاعي. الشوربة بتاعتنا دي طبعا بصوا السلق اهو استوى خالص زي ما انت شايفة.
لو انت شايفة ما استواش بربع معلقة الشاي شوية سكر صغننين كده، وتروحي حطاهم على القلقاس هيبقى زبدة معاكي كده. هي خلاص قربت تستوي. نيجي بقى للشوربة بتاعتنا. هقول لكم نعمل ايه في الكرنبايه اللي انا قلت لكم هنعمل فيها ايه في الاخر. طشينا كده خلاص الشوربة بتاعت القلقاس بتاعنا اهو، وبعد كده نزلتهم على القلقاس ويا دوبك غلوة بسيطة وهطفي على القلقاس. الشوربة بقى بتاعتنا مجرد ما هندفع عليها وخلاص، خدنا منها للبسلة وخدنا منها للقلقاس. هطفي بقى كده عليها، وبعد كده لما تبرد خالص همسكها بقى كده في كيسين. مرة همسكها للكرنباية اللي انا وريتها لك في اول الفيديو، يبقى احنا كده وفرنا يوم ما عملناش جنبيه لحوم. ومرة تاني بصوا الرز ما شاء الله مفلفل وجميل طبعا، عشان احنا قلبناه كويس جدا وقفلنا المسام بتاعته. يعني ما تقلبيش تقلبتين كده وتحطي المية او الشوربة، لا، قلبي شوية حلوين كده لما تحسي كده ان المسام بتاعته قفلت. بصوا الشوربة اهي. لما تبرد خالص معانا هنمسكها نحطها في كيسين. مرة هنعمل الكرنباية ومرة هنعمل أكلة أرداحي كده، لوبيا بقى، فاصوليا، سبانخ، أي أكلة أرداحي كده خضار. طبعا كل حاجة دلوقتي بقت غالية، مش ضروري طبعا كل حاجة نشويات، مكرونات، مش عارفة ايه. لا، أنا موقف زي كده شوربة هشيلها مرة أعمل بيها كرنب، ومرة أعمل بيها شوية خضار، أدخل كوسة، أدخل أي حاجة مفيدة لولادي. بصوا بقى الخلطة اللي أنا عملتها على الفراخ دي والله تحفة. أنا نزلت طماطميتين يكونوا طراي شوية كده في الخلاط، ونزلت عليهم بهارات فراخ وجنزبيل وفلفل أسود وشوية ملح وقرن فلفل حراق، وبعد كده شوية زيت صغيرين، وبعد كده خلطتهم خلطة كويسة جدا، ودعكت الفرخة من جوه ومن بره، ورحت حطها بقى تحت الشواية. بصوا القلقاس تحفة، ولا متخرط بالمخرطة ولا أي حاجة. وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب يكون الفيديو عجبكم واكون خفيفة على قلوبكم. متنسوش بقى تعملوا لي اشتراك وتعملوا لي لايك. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.